عندنا طبعا اكو نقاط كلش مهمة بالنسبة لمرضى السكر يجب ان يعرفوها حتى يعرف انه هو دا ياخذ العلاج بشكل صحيح او لا. عندنا كل 3 اشهر المريض لازم يفحص الدهون اولا، ثاني يفحص سكر التراكمي، ضغط الدم، وظائف الكلى، بالاضافة الى الوزن مال المريض. السكر التراكمي بالنسبة لمريض السكر اللي مسيطر على السكر يجب أن يكون أقل من 7. إذا أكثر من 7 معناته هذا مو مسيطر على السكر، ومعناته المضاعفات راح تزيد عنده مثل أمراض القلب، أمراض الكلى وغيرها، لأنه من أهم أسباب أمراض الكلى هو السكر والضغط. السكر التراكمي يحتاج إلى صيام، ممكن يسوي المريض حتى هو بدون صيام. أما الكوليسترول فللأسف أغلب المختبرات يطلبون من المريض أنه يقول له لازم يكون صايم 8 إلى 10 ساعات، وهذا الشيء غلط، لأنه المريض إذا صايم راح يفحصون فقط الكوليسترول الموجود بالكبد. احنا نريد الكوليسترول الكلي اللي بالكبد وبالأمعاء، فإذا كان المريض صايم راح فقط الكوليسترول بالكبد راح نشوفه. أما إذا كان بدون صيام فراح يبين لنا الكوليسترول الحقيقي الموجود بالكبد وموجود بالأمعاء. فلذلك نصيحة كل المختبرات أنه من يفحص الكوليسترول يفحص المريض بدون صيام أفضل، حتى ينطينا النسبة الحقيقية للكوليسترول الموجودة بالكبد موجودة بالأمعاء. بالنسبة لأبو السكر حساباتنا وياه تختلف. عندنا الدهون الضارة اللي هي ال LDL يجب أن تكون أقل من 70، والأفضل تكون أقل من 50. فلذلك أغلب مرضى السكر يحتاجون إلى أدوية الدهون اللي نسميها الستاتين، وعندنا جرعة مختلفة حسب يعني نسبة الدهون الضارة، أكو 10 أكو 20 أكو 40 وهكذا، إلى أن تنزل النسبة للحد اللي احنا نريده، أقل من 70 أقل من 50. إذا بقت عالية نضيف له دواء آخر نسميه الإزيتيمايب أو 10 ملغرام حتى يقلل لنا امتصاص الدهون من الأمعاء، وبالتالي الدهون الخبيثة راح أو الضارة راح تقل. بالنسبة للدهون ال HDL أو الدهون النافعة يجب أن تكون أكثر من 40 بالنسبة للذكور وأكثر من 50 بالنسبة للنساء. أما الدهون الثلاثية اللي هي أقل ضرر يجب أن تكون أقل من 150 بالنسبة لأبو السكر. إذا كانت عالية مفروض نعطيه أيضا نوع من أنواع حبوب الدهون نسميه فينوفايبريت، اللي هو أكو 200 أكو 145 ملغرام، فننطيها بس ما ننطيها بنفس الوقت. يعني الستاتين ننطيه مثلا بالليل، الفينوفايبريت ننطيه الصبح، يعني فرق بيناتهم فد 10 إلى 12 ساعة. هذه بالنسبة للدهون. تبقى وظائف الكلى كلش مهمة، خاصة مريض السكر، لأن من أكثر الأسباب اللي تؤدي إلى إصابة الكلى بالأمراض المزمنة يمكن إلى عجز الكلى هو السكر، ويجي وراه الضغط. فلذلك وظائف الكلى كلش مهمة، كل 3 أشهر المفروض المريض يسويها حتى نشوف إذا وظائف الكلى على الحافة، حتى المريض ينمنع عن البروتينات، ينمنع عن أدوية المفاصل، حتى أدوية الضغط نغيرها بأنواع ما تأثر على الكلى. أما إذا الكلى طبيعية وظائفها زينة فنستمر بنفس العلاج. يبقى ضغط الدم بالنسبة لأبو السكر. ضغط الدم احنا بالنسبة لأبو السكر لازم يكون العالي أقل من 120، يعني أقل من 12. الواطي نقلله أقل من 8، ممكن نوصله ل7 أفضل، لأنه أي زيادة بضغط الدم يجب أن تتعالج بالنسبة لمريض السكر، لأن مضاعفاتها هواية. يبقى عندنا وزن الجسم بالنسبة لأبو السكر. الوزن احنا إذا ضعيف المريض المفروض نوصله الوزن المثالي، والوزن المثالي نعتمد على مؤشر كتلة الجسم. إذا ضعيف نزود الأكل ماله، نزود له جرعة الأنسولين أو الحبوب اللي ياخذها حتى شنو يزيد وزنه. والوزن المثالي أو مؤشر كتلة الجسم هو وزن المريض على
والطول بالمتر تربيع، فإذا كانت النتيجة بين 20 22 هذا نسميه وزنه مثالي. إذا كان المريض وزنه أكثر من هذا الشيء فيجب أن ينزله، يقلل النشويات، نعطيه أدوية السكر تنزل الوزن شوية، والوزن يحاول ينزله ويقلل من الأكل مالته حتى نحاول نوصله للوزن المثالي. إذا أبو السكر حتى يعرف أنه هو ماشي بالطريق الصحيح متعالج بشكل صحيح كل 3 أشهر سكر تراكمي أقل من 7، الكوليسترول الدهون الضارة أقل من 70 إلى أقل من 50، الدهون النافعة بالنسبة للذكور أكثر من 40، بالنساء أكثر من 50، الدهون الثلاثية يجب أن تكون أقل من 150، وظائف الكلى لازم نتأكد أنه هي طبيعية، لأنه مثل ما قلت أكثر الأمراض اللي تؤذي الكلى هو السكر ويجي وراء الضغط. بالإضافة إلى وزن الجسم يجب أن نحافظ عليه بالشكل الطبيعي والمثالي حسب كل مريض، فلذلك كل مريض سكر علاجه يختلف من شخص لآخر، ويتنظم العلاج على ضوء هاي النقاط المهمة، فكل مريض لازم ينتبه لهاي النقاط المهمة حتى يعرف ماشي بالطريق الصحيح أو علاجه مو مضبوط ولا مسيطر على السكر.